هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات بدأنا نتكلم عن الألوان وتعرفنا على الأساسيات، عجلة الألوان والأنواع، وكمان ازاي نقدر ننسق بينهم. والنهاردة هناخد خطوة أعمق شوية وندخل على موضوع مهم جدا، وهو الفصول اللونية الأربعة، واللي بيحدد ايه هي الألوان الطبيعية اللي بتخلي كل واحد فينا يبان أنضر وأجمل. عارفين ان كل واحد فينا عنده ألوان طبيعية خاصة بيه؟ بشرة، شعر، عيون، كل ده بيميزك ويخلي فيه مجموعة ألوان معينة لما تلبسيها فجأة تلاقي وشك منور، ملامحك أوضح، عيونك أعمق، وحتى ابتسامتك تبان أكتر. وده اللي بنسميه تحليل الألوان الموسمي. الفكرة ببساطة إننا بنقسم الناس لأربع فصول رئيسية: الربيع والصيف والخريف والشتاء، كل فصل ليه لوحة ألوانه الخاصة. دلوقتي بعد ما عرفنا الفكرة العامة، يلا ندخل بقى في التفاصيل ونبدأ نتعرف على الفصول الأربعة للألوان واحدة واحدة. أول خطوة في تحليل الألوان إن نفهم العناصر الأساسية بتاعتها، وأول حاجة عندنا هي درجة اللون، ودي اللي بتحدد إذا اللون دافي زي الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر، أو بارد زي الأزرق والأخضر والبنفسجي. بس خدي بالك، مش معنى إن اللون أحمر يبقى كل درجاته دافية، لأ، في أحمر دافي وفي أحمر بارد، زي مثلا الأحمر الكرزي ده يعتبر بارد، لكن الأحمر الطوبي فهو أحمر دافي. وتاني عنصر معانا هو عمق اللون، وده بيوضح إذا اللون فاتح ولا غامق. لو ضفنا أبيض على اللون يبقى أفتح وده اسمه تنت، ولو ضفنا أسود عليه يبقى أغمق وده اسمه شيد. تالت حاجة هي صفاء أو نقاء اللون، وهنا بنسأل هل اللون صافي وواضح زي الفيروزي أو الفوشيا، ولا مطفي وهادي زي الزيتوني أو الرمادي المزرق. لو ضفنا لون رمادي بنسمي ده تون، وده بيخلي اللون يكون أهدى وأقل إشراق. يعني باختصار، الهيو هو الأساس، والتنت لما نفتح اللون بالأبيض، والشيد لما نغمقه بالأسود، والتون لما نهديه بالرمادي. خليني أشرح لك إزاي نحدد كل واحدة من دول بشكل عملي. أول حاجة درجة اللون، دافي ولا بارد. لو بشرتك فيها لمعة ذهبية أو خوخي، وشعرك بيميل للذهبي أو الأحمر الدافي، وعيونك فيها عسلي أو أخضر دافي، يبقى درجتك دافية. لكن لو بشرتك فيها لمعة وردية أو مزرقة، وشعرك رمادي أو أسود بارد، وعيونك فيها رمادي أو أزرق بارد، يبقى درجتك باردة. وممكن تشوفي وشك جنب اكسسوار ذهبي أو فضي. لو الذهبي بيخلي بشرتك مشرقة أكتر يبقى انتي دافية، ولو الفضي بيديكي إشراقة أكتر يبقى بشرتك باردة. تاني حاجة العمق، فاتح أو غامق. لو شعرك وبشرتك وعينيكي كلهم ألوان فاتحة زي أشقر فاتح، بشرة فاتحة، عيون فاتحة، يبقى درجتك فاتحة. ولو فيهم تضاد قوي أو غمقان واضح زي شعر غامق جدا مع بشرة فاتحة أو بشرة داكنة، يبقى درجتك غامقة. ولو جينا نجمع النتيجتين دول مع بعض وظهر عندنا دافي وفاتح، يبقى ممكن تكوني ربيع، أو بارد وفاتح فممكن وقتها تكوني صيف، أو دافي وغامق هنكون في الخريف، وبارد مع غامق هيكون شتاء. بعد ما فهمنا الخطوة الأولى في تحديد الألوان المناسبة، نقدر ننتقل دلوقتي لخطوة تانية مهمة جدا، وهي تقسيم الألوان على أساس الفصول الأربعة. المنهج ده بيعتمد على إن كل شخص ملامحه الطبيعية من بشرة وشعر وعيون بتقربه لفصل معين، وده بيساعدنا نعرف إيه الألوان اللي هتخليه يبان أنضر وأجمل. طبعا المنهج ده اتطور وبقى فيه نظام أوسع وأدق، وهو 12 فصل بدل من الأربعة. لكن خلينا مبدئيا نشرح الأربع فصول الأساسية علشان تبقى الصورة أوضح، ولأن هو كمان البيز لمنهج 12 فصل. وخلينا ناخدهم فصل فصل. اولا فصل الربيع، لو ملامحك دافية وناعمة زي بشرة بيج فاتح او فيها لمعة ذهبية، وشعرك غالبا اشقر ذهبي او بني فاتح، وعيونك خضراء او زرقاء فاتحة، يبقى انتي في الغالب ربيع. الالوان اللي بتناسبك بتكون دافية ومشرقة وصافية، زي الاخضر الفاتح، المرجاني، المشمشي، او الازرق التركواز. في اللبس، الربيعي بيبان مشرق جدا لما يختار ألوان زاهية ونقية مش باهتة ولا مطفية. وفصل الصيف، لو بشرتك باردة أو فيها مسحة وردية، وشعرك أشقر رمادي أو بني مطفي، وعيونك رمادية أو زرقاء باهتة، فده بيخليكي أقرب لفصل الصيف. ألوان الصيف بتكون باردة وناعمة وباستل، زي الأزرق السماوي، الوردي البودرة، الليلاك، الرمادي الفاتح. والصيفي دايما يبان أنعم ورقيق لما يلبس الألوان الهادية اللي مش صارخة. فصل الخريف، لو بشرتك دافية وغنية، يعني مثلا بألوان ذهبية أو برونزية، وشعرك بني ذهبي أو أحمر نحاسي، وعيونك عسلي أو خضرة دافية، يبقى انتي خريف. ألوان الخريف بتميل للدافئة والترابية والغنية، زي البرتقالي المحروق أو الأخضر الزيتوني أو البني والمستردة. الخريفي بيبان متألق جدا مع الألوان الترابية اللي بتعكس دفء ملامحه. وفصل الشتاء
لو بشرتك باردة جدا، فاتحة قوي او داكنة جدا، وشعرك اسود او بني غامق، وعيونك زرقاء صافية او داكنة جدا، فانتي اقرب لفصل الشتاء. الوان الشتاء بتكون قوية وباردة وصافية، زي الاسود والابيض والازرق الملكي والفوشيا والاحمر النقي. الشتوي دايما بيبان درامي وانيق لما يلبس الوان غنية ومتباينة. ودي كمان شوية ادوات لتحليل الفصول اللونية، جربيها بنفسك وهي هتساعدك تحددي الفصل المناسب ليكي بشكل اسهل واسرع. اسمه colorwise.me، هو موقع سهل جدا، بتقدري ترفعي سيلفي ليكي وتحددي الوان بشرتك وشعرك وعيونك، بيقدر يطلعلك الفصل اللوني الصح ويديكي لوحة الوان متناسقة. وكمان عندنا فيفالدي كولر لاب، وده بيستخدم ال AI، هو بيحلل برضو اللي بيناسبك من الفصول الأربعة، وبيديكي أدوات افتراضية وخيارات مكياج تناسب كل فصل. وكمان عندنا Color ELF Analysis، ودي ميزة جديدة ومجانية بتشتغل من خلال بنترست، بتحلل برضو صورتك وتحددلك الفصل المناسب وتديكي خيارات مكياج تناسبك بشكل شخصي. استخدمي صورة سيلفي واضحة في إضاءة طبيعية بدون مكياج قوي أو فلاتر، وجربي أكتر من أداء وراقبي النتيجة المشتركة بينهم، غالبا هتلاقي تقارب في النتيجة وده يثبتلك الفصل المناسب ليكي أكتر. وزي ما شفنا الألوان مش مجرد درجات، دي مفتاح بيكشف جمالنا الطبيعي ويخليه يبان أكتر. كل فصل ليه سحره الخاص، ومفيش فصل أحلى من التاني. الجمال في التناسق وفي إنك تلبسي اللي يظهرك على حقيقتك، وجمال الموضوع إنك لما تكتشفي ألوانك هتلاقي لبسك ومكياجك وحتى إكسسواراتك بتبان متناسقة ومبهجة من غير مجهود. جربوا تنسقوا لبسكم مرة، كله بدرجات فصل واحد، هتشوفوا ازاي المظهر بيبقى متناغم وأنيق من غير أي إضافة. كمان جربوا تلبسوا لبس بنفس لون عينيكم أو لون شعركم الطبيعي، هتتفاجئوا قد ايه بيعمل انسجام وبيخلي شكل الوجه كله يبان أندر. الألوان مش بس موضة أو قيود انت مضطرة تلتزمي بيها، الألوان لغة بتعبر عن شخصيتك انت، خليها تحكي عنك بأجمل صورة. ولو عندكم أي سؤال تقدروا تسيبوه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان بنات أكتر تستفيد. وباي باي مبدعين، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.